بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح الورد والفل والياسمين. ايه رأيكم بقى في الكيك الجميل ده؟ طبعا في البرد ده بقى محتاجين كوباية شاي بلبن مع بقى كيك كده. بصوا بقى جمال الكيك وهيشانه وعلوه منتهى الجمال. هنعمل مع بعض يا حبايبي هنا كيك اللبن السخن، بجد روعة. طعمه بجد في منتهى الجمال. جربوه يا حبايبي، هيعجبكم جدا. بص ارتفاع الكيك ما شاء الله. يلا بينا بقى ندخل الفيديو. انا هنا المقادير الكيك يا حبايبي. معانا كوبايه سكر حبيبات مش بودر، معانا نص كوبايه زيت، معلقه خل كبيره، ومعانا ربع كوبايه نشا، 3 بيضات، 3 كوبايات الا ربع دقيق، ومعانا بيكنج باودر والفانيليا. تقدروا بقى تستخدموا 3 كوبايات دقيق وتستغنوا عن ربع كوبايه النشا، بس انا هنا هستخدم النشا، هتدينا نتيجه حلوه جدا. هننزل كده بالثلاث بيضات يا حبايبي في البولة بتاعتنا، والمرة دي هنعملها بثلاث بيضات بس، هتبقى اقتصادية معانا اكتر. وهننزل كده بالفانيليا، وهنضرب بقى البيض مع الفانيليا كده ضربة كويسة بس. مش هنحتاج بقى خلاط ولا اي حاجة، بالمضرب اليدوي بتاعنا عادي خالص، مفيش اي مشكلة. واول ما نحس ان البيض اتخفق معانا كده وابتدى لونه يفتح، ننزل بقى بالسكر. نفضل كده مستمرين في الضرب. البيض كده لونه فتح، هننزل بقى بكوباية السكر الحبيبات بتاعتنا، ونبتدي بقى نضرب المضرب اليدوي كده لغايه ما السكر يدوب معانا تمام. بصوا بسيطه جدا الكيك بتاعنا وسهل جدا، لا هنحتاج بقى مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه. اول ما نحس ان السكر داب معانا كده، هننزل بقى بالزيت، نص كوبايه زيت. حابين تستخدموا كوبايه كامله زيت وتستغنوا عن الزبده براحتكم. انا هستخدم هنا النص، والنص هيدينا برضه نتيجه حلوه جدا يا حبايبي. هنفضل نضرب كده بس لغايه ما اللون يفتح معانا اكتر، ونتأكد ان السكر ده تمام. بس كده تمام. انا 3 كوبايات الا ربع دقيق، هننزل عليهم بربع كوبايه النشا كده حبايبي. ولو حابين تستغنوا عنهم براحتكم عادي، مفيش اي مشكله، تستخدموا 3 كوبايات دقيق. ومعانا هنا الكيس البيكنج باودر، هننزل بيه كله. وهننزل بذره ملح بسيطه، وهننزل بالملح كده. نبتدي بقى نقلب المواد الجافه كلها مع بعض عشان تتوزع معانا البيكنج باودر والنشا كلهم يبقوا حاجه واحده. هنقلبهم بس كويس كده، بس كده تمام، بقوا مجهزين معانا. انا هنا كوبايه اللبن السخنه، ودي بقى اللي هتدينا تيست حلو قوي للكيك. وهننزل عليها بنص كوبايه زبده كده حبايبي. ودي بقى الخطوه دي هتخلي الكيك معانا هايش وتحفه. هننزل بقى بمعلقه الخل، ودي برضو هتدينا هيشان للكيك تحفه بجد، ومش هتديكوا اي طعم، ما تقلقوش خالص. نبتدي نقلبها كده. كده المواد السائله بتاعتنا بقت جاهزه معانا. ننزل بقى بالدقيق بتاعنا تدريجيا كده، جزء جزء يا حبايبي، مش هننزل بيه كله مرة واحدة. ونبتدي نقلب لغاية ما يختفي الدقيق، ونرجع ننزل ببقية الدقيق يا حبايبي. خلاص كده الدقيق اختفى، هننزل بقى ببقية كمية الدقيق بتاعتنا تدريجيا. هيطلع معاكم الكيك هايش وتحفة. هناخد كده اللبن على النار لغاية ما يغلي معانا مع الزبدة بتاعتنا، والحركة دي مهمة جدا. بس كده هنسيبه بس يغلي غلوة وبس كده. بصوا بقى الخليط بتاعنا بقى تقيل، ما تقلقوش خالص. هننزل بقى باللبن السخن تدريجيا،
مش هننزل بيه مرة واحدة يا حبايبي عشان البيض بتاعنا ما يكتلش. طبعا احنا عملنا كل الخطوات. هننزل كده بقى باللبن والزبدة تدريجيا كده ونبتدي نضرب. اهم حاجة بس الايه، اللبن يكون سخن جدا. هنقلب كويس كده لغاية ما الكيك بتاعنا يفك. ونزلنا كده باللبن على مرتين، هننزل بقى بالمرة التالتة كده تدريجيا برضو يا حبايبي. متنزلوش باللبن سخن مرة واحدة. هننزل بقى بالجزء الاخير ونبتدي بقى نقلب. متقلقوش خالص، هتطلع معاكوا تحفة بجد. هنقلب كويس كده. هنفضل كده مستمرين في التقليب لغاية ما ناخد بقى القوام المظبوط بتاع الكيك بتاعنا. بصوا ما شاء الله الكيك طالع ناعم معانا، بصوا بقى جماله. هنفضل نضرب كده لغاية ما يظبط معانا القوام. وكده بصوا يا حبايبي قوام الكيك بجد تحفة ما شاء الله. بصوا على الجمال، بصوا ناعم وتحفة. هنفضل نضرب بقى في اتجاه واحد كده بالمضرب اليدوي. بصوا بقى الكيك بتاعنا ما شاء الله. بس كده بقى جاهز معانا وزي الفل. وهنبطن بقى نقلب الكيك بتاعنا يا حبايبي. انا هنزل هنا بالزبدة كده وهلمعه من كل الجوانب. حابين بقى تبطنوه بالدقيق براحتكم. ننزل بقى بخليط الكيك كده بتاعنا. بصوا الخليط جميل وناعم ازاي يا حبايبي، بجد بمنتهى الجمال. هننزل بقى الباقي بالمعلقة كده يا حبايبي. هنهز الصينية بس هزة عشان نطلع الهواء، وناخدها على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة، وبعدين نختبرها ونشوفها مع بعض يا حبايبي. وكده يا حلوين بعد ما عملنا الكيك بتاعنا، بصوا هايش وتحفة بجد. بصوا بقى علوه قد ايه ما شاء الله، منتهى الجمال. لو عجبكم بقى الفيديو حبايب قلبي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.